السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ في البداية مبروك على انتهاء فترة كلكم هتفضلوا مفتكرينها. ثانوية عامة هي مرحلة متعبة أوي وتجربة هتفرق معاكم وهتتعلموا منها حاجات كتيرة سواء على الجانب الشخصي أو المعرفي. خلصتوا امتحانات وهتلاقيكم مش عارفين تعملوا إيه وقاعدين على أعصابكم منتظرين النتيجة والتنسيق ومش قاعدين على بعضكم. عايزك تعرف ان تفكيرك الزيادة ده مش هيقدم ولا يأخر من وقت ظهور النتيجة، لا ده بالعكس هيصعب عليك الوضع وهيخليك متوتر اكتر. انت عملت اللي عليك وخلصت الفترة سواء عملت كل اللي تقدر عليه او لا، بس خليك عارف انها فترة وخلصت ومفيش اي حاجة تقدر تغير اللي حصل. فلازم تعرف دايما انك تبدأ تفكر في اللي جاي وتقفل صفحة الامتحانات والمذاكرة وتبدأ تفكر انت عايز مستقبلك يبقى شكله ازاي. ومن البداية انا عايزك تفك خالص وتنسى الضغط اللي عليك ده. سيبك من اي حاجه ليها علاقه بثانويه عامه. الفتره دي اخرج، العب، اطلع، روح صيف، اعمل كل حاجه انت كنت مأجلها بسبب ثانويه عامه والمذاكره. روح على نفسك من كل الضغوط اللي مريت عليها لحد ما النتيجه تظهر، وخليك دايما مقتنع تماما ان خلاص اللي حصل حصل، وابدأ دايما في الخطه اللي جايه. وعايزك تعرف ان ثانويه عامه ما بقتش نهايه الكون، ان دلوقتي الكليات ما بقتش زي زمان. يعني دلوقتي مش شرط عشان دخلت كلية انك خلاص لازم تشتغل نفس المجال بتاعك. الدنيا دلوقتي بقت منفتحة اكتر من زمان بكتير. دلوقتي انت تقدر مع نفسك تتعلم اي مجال انت عايزه وتشتغل بيها ومحدش هيسألك على شهادتك نهائيا. مش مصدقني؟ خش ابحث على اليوتيوب هتلاقي ناس كتير قوي دخلوا كليات وعملوا شيفت كارير في الاخر وما دخلوش مجالهم واشتغلوا في مجالات تانية مختلفة تماما. النت دلوقتي مليان ريسورسز كتيرة، تقدر تخش على اليوتيوب وتكتب كورس في مجال كذا من الصفر، في ثواني هتلاقي ناس كتير قوي بتقدم كورسات من الصفر للاحتراف في المجال اللي انت عايزه. انا عايزك في الفترة دي تروح عن نفسك خالص، انسى حوار النتيجة وانسى حوار ثانوية عامة، وروح عن نفسك شوية عشان اللي جاي هيبقى موضوع كبير جدا. فعايزك تنسى اللي فات والفترة دي اعمل كل اللي كان نفسك فيه وانسى حوار النتيجة ده دلوقتي وفكر في اللي جاي. ابدأ انزل جيم، احجز ماتشات والعب كورة وانزل بلاي ستيشن، اعمل كل اللي نفسك فيه وروح على نفسك. يا اخي انت عملت اللي تقدر عليه وزيادة كمان، وافتكر ان انت كده بدأت تخرج من عنق الزجاجة اللي انت كنت محشور فيها والزنقة اللي انت كنت موجود فيها. لان كلنا عارفين طبعا ان الثانوية عامة بيبقى ضغط كبير جدا على الطلاب وبالاخص الناس اللي اهلهم بيبقى حاطين عليهم ضغط كبير. انا عارف ان انت عملت اللي عليك. سيبك من كل حاجة دلوقتي وابدأ فكر في اللي جاي. انت دلوقتي خلاص خلصت مرحلة، صدقني مرحلة وهتعدي زي اللي فاتوا، واللي جاي حياة تانية خالص، مجتمع جديد، فكر جديد هيطور في حياتك كلها وهيشكل مستقبلك. عايزك دلوقتي تكتب الحاجات اللي كنت نفسك تعملها بغض النظر عن النتيجة بتاعتك، انت نفسك تطلع ايه واكتبه وافضل حافظه، بحيث ان انت حتى لو دخلت اي كلية لا قدر الله انت ما كنتش عامل لها حساب، تفضل حاطط الحلم قدامك وتفضل تشتغل عليه بجانب الكلية بتاعتك. صدقني اغلب الكليات اللي موجوده دلوقتي بتوفر لك وقت كتير ان انت تقدر تشتغل على نفسك بجانبها وبس. اتمنى انك دايما تبقى مفتكر ان ثانويه عامه هي مجرد مرحله وهتعدي. اشوفك في فيديو جديد، سلام.